السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، ودايما يا رب بخير وحياتكم كلها خير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض اليانسونية او هريسة اليانسون. هي حاجة حلوة فلسطينية او عربية، بس جميلة جدا ومفيدة جدا جدا للجسم، وكلها فيتامينات، واليانسون مفيد ومقوي للمناعة وليه فوائد كتير جدا. يلا بينا بقى نشوف هنبتدي بإيه وهنعمل إيه. أول حاجة هجيب حلة صغيرة أو كزرونة، وأحط فيها كوبايتين مية ومعلقة كبيرة ينسون، ونخليهم يغلوا هما غلوتين بس، وبعد كده نطفي عليها ونغطيها شوية بس كده، ونطفي عليها ونسيبها على جنب بقى تبرد، نغطيها ونسيبها تبرد. تاني حاجة هجيب برضو حلة صغيرة ونعمل بقى العسل بتاعنا، كوبايتين سكر وكوباية ونص مية ونص ليمونة، وانا سبت نص الليمونة مع العسل بيديها طعم جميل جدا. واول ما تغلي 5 دقايق بالظبط ونطفي النار، عشان ما تبقاش تقيلة، ما يبقاش العسل تقيل او الشربات ما يكونش تقيل. 5 دقايق ونطفي ونسيبها برضو مع نفسها تبرد على بال لما نخلص. بعد ما عملنا العسل وعملنا اليانسون وسايبينهم يبردوا، جبت بقى البولة بتاعتي وحطيت فيها 3 كوبايات دقيق سميد بتاع بسبوسة، وكوباية دقيق. انا هكتب المقادير كلها في الوصف، ومعلقتين كبار سمسم، ومعلقتين حبة البركة. بصوا بقى الفيتامينات، حاجات كلها مفيدة، مكوناتها كلها مفيدة، تبقى حلوة كده وبتدفي في الشتاء كده ولذيذة بجد. بعد كده هنزل معاهم بقى بمعلقة كبيرة من اليانسون، وبعد كده هنزل برضو بمعلقة كبيرة خميرة أو كيس خميرة، ونص معلقة بيكنج باودر. مش هحط كيس بيكنج باودر، نص معلقة بس كده. وبعد كده برضو هنزل بمعلقتين سكر. ما شاء الله المكونات كلها مفيدة وبتدفي كده في الشتاء. نقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض، وما ننساش نحط ذرة ملح او يعني حبة صغيرين خالص، بس عشان يظهر الأطعمة كلها، يظهر طعم كل حاجة من المكونات. بعدين بقى هنزل باليانسون اللي انا كنت غليته، صفيت الحبوب بتاعته وخدتها، وبرضه هقلبها مع المكونات الجافة، وخليت المية هنستخدمها دلوقتي. نقلب كده كله مع بعض تمام قوي كده. وبعدين بقى هنزل بنص كوباية زيت، طبعا زيت يكون نضيف او زيت زيتون، او نص كوباية سمنة زي ما تحبوا، نص كوباية كفاية. ونبسهم بقى كده مع بعض. اهم حاجة برضو مرحلة البس دي، نبس كل المكونات كلها مع بعض، كلها تشرب من بعضها. دي بقى مية اليانسون اللي احنا كنا غليناه وشلناها على جنب، هي فترة هننزل بيها حبة حبة، ونلم العجينة بتاعتنا، ننزل بيها كده حبة حبة. هي حوالي كوباية ونص، نعجنها كده. طبعا انا مش هحطها ساقعة، حطاها فترة عشان خاطر الخميرة. نزود برضو حبة كمان، عشان كده هي تقيلة، لازم تكون سايلة سنة.
وبعد ما خلصناها نغطيها بقى بكيس ونسيبها تخمر. سبتها حوالي ساعة الا ربع، خمرت. وبعد ما خمرت اهي ما شاء الله، نحضر بقى الصينية بتاعتنا. انا دهناها زيت كويس، وننزل بقى بالخليط عليها بالشكل ده. يبقى احنا سيبناها ساعة الا ربع كده تخمر. طبعا على حسب المكان، لو دافي هتاخد نص ساعة، بس طبعا الجو برد فخدت ساعة الا ربع. سيبناها كده وبعد كده رجعنا بقى فردناها في الصينية بالشكل ده. نفردها كويس ونخليها متساوية كلها زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بعد كده بقى نقطعها عشان تستوي كويس من جميع الجوانب بتاعتها وما تعلاش قوي. اي شكل بقى تحبوه قطعوها بالشكل اللي تحبوه. انا قطعتها مربعات، ممكن تقطعها سمبوكسة، ممكن تقطعها اي شكل زي ما عايزين، زي ما بتحبوا. البسبوسة دي او اليانسونية دي في الشتاء بتدفي جدا وجميلة جدا ومفيدة ومغذية جدا جدا. ده العسل اللي انا لسه عاملاه، خدت حبة منه في طبق ودهنت كده وش الصينية عشان تبقى حمرة كده وجميلة. دهنت كده الوش بالشكل زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. جميلة. بصوا بقى بعد ما خرجت، بسم الله ما شاء الله، العسل لما ادهن الوش بص بقى شكلها عامل ازاي وجميلة ازاي، تفتح النفس. حاجة بجد تحفة، تحفة بجد. هي كده سخنة، هنزل بقى عليها بالعسل. العسل بارد وهي سخنة، حاجة كده جميلة كده، تحط في علبة في التلاجة مع فنجان قهوة أو كوباية شاي بلبن أو كوباية شاي سادة. بجد حلوة بجد. ايه رأيكم بقى؟ هستنى رأيكم. بصوا شكلها، بصوا حلوة ازاي، بجد جميلة، وريحتها تحفة وطعمها تحفة بجد. حاجة كده تحفة تحفة تحفة. أتمنى بقى تجربوها، وأتمنى إن طريقتي تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم طريقتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.